السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كنت انا من يومين ثلاثة كده عملت الجهاز ده بتاع اللي هو جهاز تحسس الزلازل او جهاز الاحساس بالزلازل. ففي ناس كتير، طبعا الفيديو اللي فات كان فيديو كتير طويل شوية. ف يعني في ناس كتير اتصلت عليا وقالت لي عايزين نفهم وبتاع، أصل احنا مش عارفين نوصل يعني للوقت بتاع التجربة والكلام ده. ف يعني عايزينه يعملوه في فيديو قليل خالص، بحيث ان هم يقدروا يتفرجوا عليه. تمام. في ناس كتير كلمتني وقالت لي يعني عايزين نفهم يعني. فانا بقول لكم اهوت، ده يا جماعه عباره عن جهاز بيتعلق على حيطه. تمام. الجهاز اللي بيتعلق على الحيطه ده يعني بيتعلق على الحيطه. اول ما بتحصل اي هزه في البيت اللي انت فيه، طبعا احنا كلنا شفنا موضوع الزلازل اللي احنا فيه دلوقتي، وكل يوم زلزال في حته شكل وبتاع والكلام ده. وطبعا مصر محفوظه باذن الله، بس يعني ايه، هو برضو حصل زلزال في مصر يعني من يومين ثلاثه كده. فاحنا بنعمل حاجه يعني كوسيله امان بمعنى ان انا مثلا لو انا نايم او انا في اوضه بتاع الكلام ده ومش حاسس بحاجه، ده بينبهني ان في زلزال بيحصل في قلب البيت. تمام. سريعا سريعا كده عشان ما نطولش، هنشرح الجهاز ونجربه في ساعتها على طول كده، عشان خاطر ايه، الناس اللي بتقول لك ان الفيديو طويل وما كانوش عارفين يوصلوا للجزئية بتاعت الايه التجربة شكلها عامل ازاي. تمام. آه، الجهاز ده عبارة عن سلك نحاس. السلك النحاس ده بناخده من اي سلك دش. تمام. طبعا كلنا عندنا سلك دش، حته صغننه كده بنطلع النحاس اللي جوه. سلك كهرباء. ده عباره عن برضو سلك نحاس برضو من سلك دش، بس على هيئه حلقه. بطاريه. وسلك كهرباء زي ما قلنا، وده جرس. ودي سماعه. تمام. سماعه من اي لعبه اطفال، مش او اي مغناطيس. ممكن نعوضها بمغناطيس عادي، يا سماعه يا مغناطيس، هي كده كده السماعه بيبقى فيها مغناطيس. وطبعا الجزء الخشبي اللي هو الحته الخشبي اللي بنركب عليها حاجه. الجهاز ده عباره عن ده بيمثل ان هو عباره عن زي مفتاح حساس بالحركه. تمام. يعني مفتاح بيحس بالحركه. فالجهاز ده عباره عن اول ما بيحصل هزة في البيت، الجرس بيشتغل حتى لو انت نايم، بيصحيك. يعني لو انت الا لو كان نومك تقيل بقى ديت دي حاجة تانية. فممكن نعوضها بجرس اعلى، وممكن نعوض الوضع ده كده بطريقة اشيك وبطريقة برضو فيها تكنولوجيا اكتر والكلام ده يعني ايه. بس طبعا دي حاجات بتقف على التكلفة. تمام. آه، بحيث ان انا ممكن ما كلفوش زي ما انتوا شايفين كده اي حاجه، وممكن اكلفه مبلغ برضو. ممكن اكلفه 100 200، بس هيطلع بقى شكله اشيك، يعني بقى بطريقه احدث وبطريقه انضف وبطريقه يعني هو كده كده هيأدي نفس الغرض. تمام. بس انا بعمل حاجه بحيث ان انت تقدر تعملها في قلب البيت. لان طبعا الحاجات التكنولوجيه اللي هو السنسورات الحساسه والكلام ده صعب ان انت تلاقيها، يعني او بمعنى صح غاليه. فمش اي حد هيفهمها ومش اي حد هيعملها. ممكن اعمله له حاجه حديثه، ممكن بيبقى عباره عن عامل زي الساعه كده متعلق على الحيطه. تعالوا سريعا سريعا ما الجهاز بيشتغل، بيلزق في المغناطيس، بيقفل الدايره كامله. ما بيخليهاش بقى تفضل تقطع تيت 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 كده، لا بيخليها تفضل تيت على طول، يعني اللي هو بتفضل المسه بس هيشتغل. بصوا يا جماعه اهو. بصوا الجهاز اول لما اشتغل اهو، خلاص كده هو حتى لو وقف بيفضل شغال. تمام. لحد ما انت تفصله. تمام. الجهاز جهاز بسيط، حلقة فيها قايم. القايم اهوت. تمام. القايم ده بيحس بالحركة، بيقفل الدايرة. الدايرة بعد ما بتتقفل
الحلقة دي حلقة حديد. بصوا يا جماعة، دي حلقة حديد اهي عادية اهو، اهي حلقة حديد عادية خالص، بتتحط اسمها وردة للناس اللي عارفاها يعني. دي بتتباع عند اي حد بتاع حدايد وبويات، بتتعلق هنا عشان تعمل زي نظام تقل بندول كده، زي البندول بالظبط. تمام. بتبقى فايدتها ان هي تعمل، بتخلي الحاجة تروح وتيجي، وفي نفس الوقت تلزق في المغناطيس عشان تقفل الدايرة كاملة. طبعا يا رب ما كنتش طولت عليكم زي المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت الفيديو كان نص ساعة. انا جربت الجهاز قدامكم، وبقول لكم اي حد محتاجه انا تحت امره، مفيش مشكلة، ومش هاخد اي حاجة. انت هتجيب